لو سألتك تعرف ايه عن الهند، أول حاجة هتيجي في دماغك إن عندهم أحسن توابل وأفلامهم الأوفر وشاروخان والناس الحلوة دي. بس تاريخ الهند جيولوجي ما يفرقش كتير عن أفلامها، خيالي ومليان أكشن. الهند قفلت محيط وضربت قارة عملت لها أكبر قلة في تاريخ الأرض. الكلام غريب عليك؟ تعال نفهم بالراحة. زمان، بس مش من زمان قوي يعني، من يجي 250 مليون سنة بس. الأرض كانت عبارة عن قارة واحدة عملاقة اسمها بانجيا. ولسبب ما شرحته في فيديو اسمه القارات بتمشي، هسيبهولك تحت في الديسكريبشن. بانجيا ابتدت تنفصل وتتقطع. في البداية بانجيا اتقسمت نصين، نص شمالي كان اسمه لوراسيا، كان ضمن أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ونص جنوبي كان اسمه جندوانا، كان ضمن أفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأنتاركتيكا والهند. أيوة أنت سمعت صح، الهند كانت في نص الكرة الجنوبي وما كانتش جزء من آسيا في الشمال زي النهارده. لوراسيا وجندوانا كان بينهم بحر عملاق اسمه تيسيس. ازاي بقى الهند اتحركت من نص الكرة الجنوبي وسافرت كأنها سفينة وضمت على آسيا في الشمال؟ الكلام ده ما يدخلش الدماغ. اسمعني بس للآخر وانا هقنعك. الهند من 200 مليون سنة كانت جزء من جندوانا، القارة العملاقة الجنوبية. كان أقرب قارة ليها هي قارة أفريقيا. ويقال كمان إن جزيرة مدغشقر اللي هي جنب أفريقيا النهارده دي كانت جزء منها، بس ما رضتش تروح معاها الطلعة بتاعت آسيا دي. في أكتر من دليل على الكلام ده، وأول دليل موجود هنا في بحيرات كيرالا في الهند، مكان جميل ومشهور بالتوابل خصوصا الفلفل الأسود. وعاين فيه كائن شايل أول دليل إن الهند مكانها ما كانش هنا. سمكة الكرامين، سمكة شبه البلطي عندنا كده، بيعتبرها أهل المنطقة أحسن سمكة ممكن تصطادها من المكان ده. السمكة دي من فصيلة اسمها سيكليت، بس الكرامين بتتميز عن باقي السيكليت إن عندها في الزعنفة الشرجية بتاعتها 12 شوكة، في حين إن باقي فصيلة السيكليت عندها 3 أو 4. كمان حجم الجمجمة بتاعتها مختلف عنهم. مفيش غير مجموعة واحدة بس عندها نفس الاختلافات دي، اسمها باراتروبيلس سيكليت، وبتعيش في مكان واحد بس، مدغشقر. واحد هيقول لي عادي، ده مش دليل، السمك عام لحد ما وصل للهند. السيكليت سمك بيعيش في المياه الحلوة، ما يعرفش يعيش في المياه المالحة ولا يهاجر في المحيط. السمك ما هاجرش، الهند هي اللي هاجرت. لسه شاكك؟ تعال اديك الدليل اللي مفيهوش كلام. جمال الجيولوجيا مش بس انك تعرف الصخر ده اتكون من امتى، لا كمان تقدر تعرف هو اتكون فين. ده صخر اسمه البازلت، اكيد شفته قبل كده على شريط القطر. والهند فيها بازلت كتير، طلع في نشاطات بركانية قديمة. البازلت فيه معادن اكاسيد الحديد زي الاليمنايت والماجنيتايت، والمعادن دي بتتجذب للمغناطيس، وهو ده الدليل. الحمم البركانية اللي بتكون البازلت أول لما تبدأ تبرد، معادن أكاسيد الحديد دي بتترص جوه الصخر في اتجاه المجال المغناطيسي للأرض. والمجال المغناطيسي للأرض بيختلف حسب المكان، حسب دوائر العرض اللي خدناها في الجغرافيا في إعدادي. والخاصية دي اسمها انكلينيشن أو زاوية الميل. بالعربي كده البازلت هيشاور لك على المكان اللي اتكون فيه. زاوية ميل البازلت في الهند المفروض تبقى 18.7 درجة شمالا، بس لقوا إنها 20 درجة جنوبا. يعني البازلت اللي مغطي الهند ده كله متكون في نص الكرة الجنوبي، بالظبط فوق مكان اسمه مانتل بلوم أو تصاعد صهاري. مانتل بلوم دي منطقة نشاط بركاني عالي، بتطلع على هيئة عمود عملاق، بتقطع في نسيج القارات وبتفصل كتل اليابس عن بعضها، وهي اللي فصلت الهند عن مدغشقر وزقتها ناحية آسيا في الشمال. القارات الكبيرة 80% من حجمها بيكون جوه طبقة الوشاح. الوشاح دي الطبقة اللي تحت القشرة الأرضية مباشرة، بس الهند سمكها نص سمك القارات الكبيرة تقريبا. يعتقد ان السبب ان المانتل بلوم اللي فصلتها وحركتها دوبت جزء كبير من كتلتها. لما كتلة الصخور الكبيرة دي دابت مع دفعة كمان من المانتل بلوم، الهند اتحركت بسرعة مضاعفة. في العادي القارات لما بتتحرك حوالي 5 سم في الثانية، بس الهند لما اتحركت ناحية آسيا كانت بتتحرك بحوالي 20 سم في الثانية. وجيولوجيا السرعة دي كبيرة خالص، يعني الهند وقتها كانت بتجري، ولو في شرطة قارات وقتها كان زمانها خبطتها مخالفة. يعتقد كمان ان الحدث التدميري اللي فصل الهند وحركها طلع ملايين الاطنان من الغازات السامة والرماد، ودي قضت على 50% من فصائل الارض وموتت اعداد كبيرة من الديناصورات لحد ما جه الكواكب بعد كده وكمل عليهم. نرجع للهند. خلصت رحلتها واصطدمت باسيا، ودقت اخر مسمار في نعش بحر تيسيس وقفلته. واصطدام الهند باسيا كان عنيف لدرجة انه طلع في موقع التصادم اكبر سلسلة جبال على الارض، ما انت اكيد عارفها، الهيمالايا، أكبر قلة في تاريخ الأرض. الهند دخلت في آسيا طبقتها كأنها صخور بلاستيك وكونت الهيمالايا. بس الموضوع كان أعنف من كده كمان. في الوديان بين جبال الهيمالايا وعلى قممها حتى قمة إيفرست أعلى قمة في العالم لقوا الحفريات دي حفرية اسمها أمونيتات، كائن منقرض كان عايش وقت الديناصورات.
بس كان بيعيش في البحر، وغيرها حفريات كتير بحرية لقوها في الهيمالايا. طب نفهم من كده ايه؟ لما الهند اصطدمت بآسيا جابت قاع تيسيس على حافة آسيا ورفعته لفوق وبقى جزء من التصادم، ودخل في تكوين الهيمالايا هو كمان. ولحد النهارده لسه اللوح الهندي بيتحرك تحت اللوح الآسيوي، وده بيزود من ارتفاع جبال الهيمالايا، والحركة دي بتسبب زلازل في نيبال والبلاد اللي على حدود الهند كلها. لو أول مرة تعرف المعلومات دي أنا هكون مبسوط، متنساش دوق.